الليل كان ساكت، بس السكون ده ما كانش طبيعي. كان كأن في نفس جاي من جوه الشقة دي، نفس تقيل مرعوب. في الزاوية الحمراء جوه حارة ضيقة ريحتها عتيقة، ريحتها بريحة الموت. كان في شباك مفتوح على ضوء خفيف، ضوء أصفر باهت كان بيترعش كأنه بيقاوم إنه يطفي. ولو كنت هناك كنت هتسمع صوت خفيف جاي من جوه، صوت حد بيهمس وبيقول بنفس متقطع: ساعدني بالله عليك، ساعدني. بس الصوت ده كان طالع من شقة مقفولة بقالها 3 أيام، شقة الجيران نفسهم بقوا يخافوا يبصوا على بابها، لأن كل اللي بيفتح الباب ده بيختفي. ومن هنا يا صديقي هتبتدي الحكاية، حكاية الزاوية الحمراء اللي محدش خرج منها سليم. صل على الحبيب قلبك يطيب، وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من جوه منطقة الزاوية الحمراء، وبالتحديد من داخل شقة بسيطة كده على طرف الحتة. في الشقة دي بنشوف واحد اسمه إبراهيم وشغال ممرض وعنده 41 سنة، وقاعد قصاده مصطفى صاحبه واللي بيشتغل شيف وعنده 36 سنة، والاتنين كانوا قاعدين سوا في الشقة دي في وقت متأخر من الليل، والهدوء مهيمن على المكان كله. ومن الجو العام حواليهم تفهم ان الشقة دي في الأساس ملك الراجل مسن. الراجل ده كان إبراهيم بيرعاه طول عمره لحد ما توفى، وبما ان الراجل المسن ده ما كانش ليه قرايب ومقطوع من شجرة يعني، فالشقة بقت تحت ايد إبراهيم من بعد موته. ومن ساعتها بقى هو وصاحبه مصطفى بيتجمعوا فيها كل يوم بالليل. لكن في الليلة اللي انا بحكي لك عنها دلوقتي كان في نقاش داير ما بينهم على الحال اللي وصلوا له، سيجارة ورا التانية، والكلام بدأ ياخد منحنى غريب لحد ما إبراهيم جات في دماغه فكرة مرعبة، فكرة شيطانية بالمعنى الحرفي للكلمة، وقام عرضها على مصطفى. في لحظتها مصطفى رحب بيها من غير أي تردد وقال له: بس احكي لي يا إبراهيم الفكرة دي إيه بالظبط؟ وهنا بدأت التفاصيل الغريبة. إبراهيم قال له إن في فرصة توظيف جديدة لممرض يراعي شخص مسن، والمقابل المادي هيكون محترم جدا. وطبعا انت دلوقتي مش مدرك انا بتكلم على ايه، بس استنى شوية وهتفهم كل حاجة، لان من بعد الليلة اللي انا لسه حكي لك عنها دي بنروح لليلة اللي بعدها، ليلة بقى مختلفة تماما عن اول ليلة. من جوه واحدة من قرى الصعيد في مركز ملوي، وتحديدا في قرية الروضة. من جوه القرية دي بنلاقي بطل قصتنا مينا موسى، شاب في العشرينات، يدوب كان لسه متخرج سنة 2024، كان خريج من معهد تمريض في المنيا. وفي الليلة دي كان قاعد على الواتساب وبيكلم صاحبه اللي كان معاه في المعهد، وصاحبه ده قال لمينا: انا جات لي فرصة شغل محترمة جدا، بس والدي ووالدتي مش راضيين ان اسافر واسيبهم. فعرضها على طول على مينا، ومينا قعد يفكر في الشغلانة اللي هو شغالها حاليا ومش راضي عنها. كان شغال وقتها في حضانة في مركز ملوي، وكان مرتبها ضئيل جدا، وكان دايما في دماغه ان هو محتاج حاجة احسن، حاجة تفتح له باب تاني. سأل صاحبه على طول: طب ايه تفاصيل الشغلانة دي وهي بتدور على ايه يعني؟ وصاحبه قال له: ده مكتب توظيف في القاهرة، وكان ناشر على الفيس وعارض مرتب محترم جدا علشان يعني يراعي حد كبير في السن عنده زهايمر. وطبعا الشغل ده هيكون في مكان اقامة الراجل المسن ده، وبرضه هيبات هناك. ومكان الشغل ده في الزاوية الحمراء. واظن يا صديقي انت بدأت تعرف انا بتكلم عن ايه، بس انا عايز يعني ما نسبقش الاحداث واسمع للاخر. وفي نفس الليلة دي بالظبط قعد مينا موسى عقله عمال يوديه ويجيبه، قعد يفكر هل فعلا الشغلانة دي مناسبة ليه ولا لا؟ هل ممكن تكون دي الفرصة اللي يكون منها نفسه، ولا ممكن تكون غلطة عمره؟ قعد شوية كده مع نفسه، وبعد كده قرر انه يستشير صاحبه. فعلى طول قال له: ايه رأيك فيها، اقدم؟ فصاحبه رد عليه على طول بكل حماس وقال له: دي فرصة ما تتعوضش يا مينا، قدم ما تترددش. وفعلا مينا اقتنع، وفي نفس الليلة اخد ارقامهم من الاعلان وبدأ يبعت لهم على الواتساب، وقال له في الرسالة دي ان هو متاح ومستعد للشغل فورا. وبعد ما خلص الرسالة قفل التليفون ودخل ينام. وتاني يوم الصبح صحى على رسالة من مكتب التوظيف. الرسالة كانت صدمة شوية، واللي كانت بتقول بالنص كده: مبروك يا مينا، انت اتقبلت. من غير مقابلة ومن غير اختبار، كده على طول يعني اتقبلت. مينا استغرب شوية، بس الفرحة كانت اكبر من اي شك.
قام بسرعة وبلغ ابوه وامه على الخبر السعيد ده، بس هما بدل ما يفرحوا له وشوشهم اتقلبت لحزن. ابوه وامه رفضوا تماما ان هو يسافر، لان هو الابن الوحيد على 4 بنات وكانوا متعودين دايما عليه في البيت. لكن مينا بقى بطريقته الهادية قدر يقنعهم وقال لهم انا لازم اسافر علشان اكون نفسي واساعدكم. وفي الاخر وافقوا، بس بشرط واحد، انه يحضر فرح اخته الاول وبعد كده يسافر. ومن هنا بقى يا صديقي خلينا ارجع بيك كده لورا للقاهرة، وبالتحديد في الزاوية الحمراء جوه الشقة دي بالليل. كان ابراهيم ومصطفى قاعدين ساكتين وما كانش فيه اي صوت ولا حتى صوت بسيط غير صوت نفسهم. وفجأة مصطفى كسر الصمت ده وقال ما تقلقش يا ابراهيم، كل حاجة هتتم من غير اي مشاكل، بس الفرصة دي ما ينفعش تروح من ايدينا، احنا ما صدقنا حد يرد علينا. ابراهيم بصله كده بثقة وقال له ما تقلقش، انا هفضل وراه وهفضل ازن على دماغه لحد ما هو ما يجي بنفسه. المشهد ده كان خلص، بس بعدها بدأ العد التنازلي للجريمة البشعة دي. وبعد ايام قليلة بنرجع تاني لقرية الروضة في يوم فرح اخت مينا. وفي الليلة دي بنشوف واحدة من اصعب المشاهد في قصة مينا موسى. مينا واقف في الفرح في قمة سعادته، قاعد وسط اهله وناسه في الصعيد، الكل بيضحك والفرحة مالية المكان ومينا بيحتفل في لحظة مش ممكن تتعوض. لكن الليلة دي كانت بداية لنهاية مأساوية جدا. وفي اليوم اللي بعده على طول بنشوف مينا وهو شايل شنطته على ظهره وبيودع ابوه وامه وعينيه كلها امل. ابن ال20 سنة بيركب القطر وبيتحرك على القاهرة. من جوه القطر تلاقي مينا وشه كله تفاؤل، شاب لسه في اول طريقه، شاب طيب لسه مخلص كليته من كام يوم وبيحاول يبدأ رحلة حياته. بس للأسف النهاية كانت مكتوبة أسرع من أي حد تاني. والقطر وصل محطة مصر الصبح وعمه كان مستنيه في محطة المترو، ولما شافه فتح دراعاته وباسه من جبينه واتحركوا سوا ناحية شقته في المرج. وفي الطريق دار ما بينهم نقاش صغير كده بس مهم جدا. عمه سأله بقلق يا مينا انت واثق في مكتب التوظيف ده؟ مينا رد عليه وهو بيبتسم ما تقلقش يا عمي، ده صاحبي هو اللي جايب لي الشغلانة دي، وظيفة كويسة وما تتفوتش. بس رغم كلام مينا الكويس ده كله كان باين على وش العم جميل ان قلبه مش مرتاح. ووصلوا الشقة ومينا قال لعمه ابقى صحيني بعد ساعتين بالظبط عشان عندي مقابلة ومش عايز اتأخر عليها. وبعدها على طول دخل نام. وفي اللحظة دي بالظبط المشهد بيتغير لمشهد تاني خالص. من جوه شقة الزاوية الحمراء بنشوف ابراهيم ماسك الموبايل وبيكلم مصطفى صاحبه. صوته كان واطي كده شوية وكان بيتكلم بنبرة كلها قلق، وكان بيقول حضر نفسك كلها ساعة ونبدأ ننفذ. لحظة كلها رعب وغموض، وكان سؤال واحد بس اللي بيدور، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ نرجع تاني بقى لمينا وعمه جميل وهو بيصحيه وبيقول له يلا يا مينا عشان ميعاد المقابلة. مينا قام بسرعة من النوم وفتح موبايله ولقى رسالة من مكتب الشغل ده وبتقول انت ما جيتش ليه لحد دلوقتي؟ مينا اتفزع وقام بسرعة ولبس هدومه وهو مستعجل، ما بصش حتى في الساعة ولا فكر حتى اللحظة، وودع عمه وقال له انا نازل على المقابلة، ولو اتأخرت ما تقلقش علشان ممكن امسك شغل على طول. ومحدش فيهم يعرف ان الوداع ده هو الوداع الاخير. ومن هنا بنمشي مع مينا واللي نزل منطقة الزاوية الحمراء وهو ما يعرفش ايه اللي مستنيه هناك. وبمجرد ما وصل مينا في المكان طلع تليفونه على طول وبدأ يرن على مكتب التوظيف، واللي رد عليه وقتها شخص في التليفون وقال له بص يا مينا خليك مكانك انا جاي لك على طول، وقال له ان المقابلة هتكون في الشقة اللي فيها الشغل. مينا واقف وسط الناس وهو مستني بقاله ربع ساعة، وفجأة بيشوف شخص كده ظاهر من وسط الزحمة وبيمشي ناحيته وهو بيبصله وبيبتسم ابتسامة خفيفة. الشخص ده مد ايده وسلم على مينا وقال له ازيك يا مينا عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة يا مينا، انا مصطفى واللي هعمل معاك المقابلة النهاردة. ابتسم مينا وقال له اهلا بيك يا استاذ مصطفى. ومن بعدها مصطفى قال له يلا بينا المكان قريب من هنا. وفعلا الاتنين بدأوا يتمشوا مع بعض على رجليهم وفضلوا يتمشوا شوية جوه منطقة الزاوية الحمراء. ولما دخلوا اكتر بدأت الشوارع تضيق والمنطقة بانت ان هي متطرفة وما فيهاش اي حركة. وبعد شوية وصلوا عند بيت قديم شوية وطلعوا على السلالم. بمجرد ما وصلوا عند الباب مصطفى بدأ يخبط على الباب خبطات هادية، وبعد لحظات الباب اتفتح وظهر قدامهم شخص في اواخر الثلاثينات وشه بشوش وبيبتسم لمينا. مصطفى قال له ده مينا اللي كنت مستنيه. فابتسم الراجل وقال له اهلا وسهلا ازيك يا مينا اتفضل، وعرفه بنفسه وقال له انا ابراهيم. ودخلوا سوا الشقة، والشقة كانت بسيطة لكن غريبة في نفس الوقت، تحس ان هي ساكتة كده زيادة
زيادة عن اللزوم. قعد مينا على كرسي كده في وسط الصالة، وقعد قصاده ابراهيم اللي بدأ يتكلم معاه على طول وقال له بص يا مينا، الشغل هنا بسيط جدا. انت هتراعي راجل مسن عنده زهايمر، وانا هكون معاك في الاول لحد ما تتعلم كل حاجة، وبعد كده هسيبك لوحدك معاه. مينا هز راسه وقال له تمام، بس فين الحاج اللي انا هرعاه؟ ابراهيم ابتسم كده ابتسامة خفيفة وقال له الحاج نايم دلوقتي، عبال ما انت بس ما تشرب الشاي هيكون صحي. وفي اللحظة دي بيظهر مصطفى من المطبخ، وفي ايده صينية عليها كوبايتين شاي، وبيحط الصينية قدام مينا وبيقدم له كوباية الشاي. وقعد مصطفى جنب ابراهيم، وابتدوا هما الاتنين يسألوه اسئلة غريبة، اسئلة ملهاش اي علاقة بالشغل، زي مثلا بتعيش لوحدك يا مينا؟ علاقتك باهلك عاملة ازاي؟ بتنام كويس؟ بتحلم بحاجات غريبة؟ مينا كان بيرد بس صوته بيضعف واحدة واحدة، وجسمه بدأ يتهز وهو قاعد مكانه. وفي اللحظة دي بالذات كل حاجة اتغيرت. مينا دلوقتي ما بقاش في وعيه. وابراهيم بص لمصطفى كده بنظرة غريبة، نظرة فهمتنا كل حاجة. وفجأة هما الاتنين وقفوا وبدأوا يتحركوا بخطوات هادية كده على مينا، وفي ثواني كانوا هما الاتنين ماسكين مينا وبدأوا يربطوا فيه وسط مقاومة ضعيفة جدا من مينا، واللي كان واضح ان الشاي كان فيه مخدر. الجو كان ساكت خالص، وصوت انفاس مينا بس هو اللي كان مسموع. وكان مينا بيحاول يفتح عينيه، بس الدنيا كانت بتسود في عينيه اكتر واكتر. وفي اللحظة دي بتبدأ تظهر الفكرة الشيطانية اللي كانت في دماغهم، واللي هي السبب في كل اللي حصل بعد كده. الفكرة اللي قلبت حياة مينا لجحيم حرفيا. وكل حاجة بدأت لما بدأوا يفتشوه واخدوا كل حاجة كانت معاه، بطاقته وفلوسه وحتى مفاتيحه. وبعدها ابتدوا ينفذوا الخطة الشيطانية اللي كانت في دماغهم، واللي كانت عبارة عن خطف مينا موسى وطلب فدية من اهله. واول خطة عملوها ان هم سجلوا له ريكوردات بصوته وهو مش في وعيه، وصوته كان باين عليه ان هو مش طبيعي. وفي التسجيلات دي خلوه يقول بصوت متقطع انا بخير، محدش يبلغ الشرطة، انا تمام. وسجلوا له حوالي 5 ريكوردات علشان كل شوية يبعتوا ريكورد لاهله. وكان مينا عايش مجرد محتجز بس. وبعدها بدأت المرحلة التانية من خطتهم، ومصطفى قال لابراهيم انا هنزل اجيب خطوط جديدة من تحت علشان نبعت الريكوردات دي من ارقام مختلفة ومفيش اي حاجة تتربط بينا. وفعلا مصطفى ساب ابراهيم ومينا في الشقة ونزل على طول على الزاوية الحمراء علشان يجيب الخطوط. بس الغريب بقى انه ما كملش تحت ربع ساعة غير لما تليفونه رن. بص في الشاشة لقى ابراهيم، رد بسرعة وصوت ابراهيم كان متلخبط وبيتهته وبيقول بصوت مخنوق الواد مات مين؟ الشارع سكت مرة واحدة، وصوت قلب مصطفى هو اللي كان بيدق في ودانه. فضل واقف ثواني كده متلخبط ومش فاهم، وبعدين جري هستيري على الشقة. طلع السلم بخطوات بتخبط في بعضها. لما فتح الباب اتجمد مكانه. المنظر قدامه كان صادم بكل معنى الكلمة. ابراهيم قاعد في وسط الصالة ووشه مصفر وايده بتترعش، وصاده على الارض جثة مينا، والدم كان سايح من راسه على البلاط. مصطفى صرخ فيه بصوت عالي وقال له انت عملت ايه يا مجنون؟ الواد مات منك ازاي؟ لكن ابراهيم ما كانش قادر يتكلم، صوته بيترعش وهو بيقول انا ما كنتش اقصد. هو حاول يهرب. ومن خلال كلامه بدأنا نفهم كل حاجة، ان في الوقت اللي مصطفى كان تحت بيجيب الخطوط، ابراهيم كان في الأوضة بيعمل حاجة مش واضحة. وفجأة سمع صوت تخبيط بره جامد، خرج جري ولقى مينا في وسط الصالة وبيحاول يفتح الباب علشان يهرب. في اللحظة دي الشيطان استحوذ على ابراهيم ومسك حتة حديدة كانت قريبة منه وجري على مينا وضربه ضربة واحدة بس على راسه من ورا، ضربة كانت كفيلة تنهي حياة شاب عنده 20 سنة في لحظة واحدة بس. مينا وقع مكانه بدأ ينزل منه بهدوء على الأرض. وإبراهيم اتجمد، ما بقاش عارف ولا مصدق هو عمل ايه. كده مصطفى وإبراهيم اتورطوا في أبشع جريمة ممكن تحصل. بس قبل ما المشهد ده ما يكمل خلينا نروح على طول على مشهد تاني خالص، مشهد مختلف تماما في منطقة المرج. هنا بنشوف عم جميل اللي هو عم مينا قاعد في شقته لوحده وباين على وشه التوتر والخوف. الليل نزل والوقت اتأخر ومفيش أي أخبار عن مينا ولا مكالمة ولا حتى رسالة، وموبايله كمان مقفول من الصبح. عم جميل بدأ يحس إن في حاجة غلط، حاجة جواه بتقول ان الليلة دي مش معدية، ورفع راسه وقال لنفسه بصوت واطي لازم اتصرف، لازم الاقي طريقة اعرف بيها هو فين. وفي اللحظة دي عم جميل وهو قاعد ومش عارف يتصرف بدأ يفتكر حاجة كان قالها له مينا قبل ما ينزل. افتكر ان صاحبه هو اللي جاب له الشغلانة دي. قام بسرعة ومسك تليفونه وكلم صاحبه. بعد شوية كلام وشوية اسئلة وجواب قدر ياخد منه ارقام مكتب التوظيف ده، ومن هنا بدأت رحلة الرعب الحقيقية. وعم جميل بدأ يتصل بالارقام دي
بيرن واحد ورا التاني، لكن الصدمة ان كل التليفونات دي كانت مقفولة. صمت قاتل ساد المكان، وقلب عم جميل بدأ يدق بسرعة. الرعب دب فيه وهو مش عارف يعمل ايه، خصوصا بقى ان الوقت كان متأخر جدا. بس رغم كده قرر ينزل ويروح اسم المرج بنفسه. دخل الاسم وصوته بيترعش وهو بيقول للظابط: ابن اخويا اختفى من الصبح يا باشا، لحد دلوقتي ما رجعش، وموبايله كمان مقفول. لكن الرد جه صادم. الظابط قال له بكل هدوء: ما ينفعش تعمل محضر تغيب دلوقتي، لازم يمر على الغياب ده 24 ساعة. الكلمة دي نزلت على عم جميل زي الرصاصة. خرج من الاسم وهو تايه ومبقاش عارف يعمل ايه. بس في الاخر قرر يلف على المستشفيات بتاعت المنطقة كلها، واحدة ورا التانية، مستشفى ورا مستشفى، لكن مينا ملوش اي اثر، ولا جثة ولا مصاب ولا حتى حد شافه. رجع عم جميل الشقة وقعد في نص الأوضة وايده على راسه وقلبه بيقول له ان المصيبة حصلت فعلا. وكان متردد هل يكلم اهل مينا في الصعيد ولا يستنى. طب هيقول لهم ايه؟ ابنكم اختفى ولا اتخطف ولا اتقتل ولا راح فين؟ لكن قبل ما ياخد اي قرار تليفونه رن، ودي كانت رنت رسالة وصلت له على الواتساب. فتحها ووشه اتغير في ثانية. الرسالة كانت بتقول بالنص كده: ابنكم بخير، لكن لو عايزين تشوفوه تاني ادفعوا 120,000 جنيه ومحدش يبلغ الشرطة. في اللحظة دي كانت بداية كابوس لمدة أسبوع كامل. عم جميل أول ما شاف الرسالة اتجمد في مكانه، وبعدين مسك التليفون بسرعة وكلم أهل مينا في الصعيد، وصوته كان بيترعش وهو بيقول: ابنكم مينا اتخطف. الخبر ده نزل زي الزلزال في قرية الروضة كلها. الناس كلها نزلت تسأل وتدور. القرية كلها اتقلبت فوق بعضها، وأهله كانوا كلهم في انهيار تام. وفي خلال الأسبوع اللي بعده، واللي أهل القرية سموه أسبوع الجحيم، كانت بتوصل تسجيلات لمينا كل يوم أو يومين أو 3، وكان بيقول فيها: ما تقلقوش، كل حاجة بخير، كل حاجة هتتحل، بس محدش يبلغ الشرطة. بس الغريب بقى في التسجيلات دي ان صوته كان غريب، ما كانش طبيعي، تحس ان هو مش فايق او مش في وعيه. وده اللي خلى رئيس مباحث المرج يشك في حاجة مش طبيعية. الضابط لاحظ حاجتين خطيرين جدا: اولا صوت مينا في التسجيلات باين ان هو مش مظبوط، وثانيا بقى ان 120,000 جنيه دية خطف دي كانت قليلة جدا طبعا من وجهة نظر الضابط. وده خلى الشرطة تحس ان في سر غامض ورا الموضوع ده كله، او يمكن في حاجة ان يعني الخاطفين دول مش محترفين اصلا. عدى الاسبوع كله والتواصل مع الخاطفين بدأ يقل. الرسائل وقفت فجأة، لحد ما في يوم مفيش اي حاجة بقت تيجي، ولا رسائل ولا مكالمات ولا اي حاجة. كل حاجة بقت غامضة، والصمت خيم على الكل. لا الشرطة عارفة توصل لطرف خيط، ولا اهل مينا بقى عندهم امل او اي حاجة. بس يا صديقي، قبل ما نحاول نفهم اي حاجة او يعني ايه اللي حصل فعلا، خلينا نرجع على طول كده لجوه الشقة في الزاوية الحمراء، الشقة اللي فيها الاسرار كلها. هناك بقى كان في نقاش مرعب داير بين مصطفى وابراهيم، الاتنين اللي فهموا ان اهل مينا بلغوا الشرطة وان خلاص مفيش اي حلول، وان هي كده اللعبة خلصت، وان حبل المشنقة قرب منهم اكتر. ساعتها مصطفى قال بصوت عالي: احنا طلبنا مبلغ بسيط علشان نخلص، الواد مات خلاص، كنا عايزين نلم اي حاجة علشان نهرب. لكن ابراهيم بقى بصله بنظرة مختلفة كده وقال له: دلوقتي بقى الوضع اختلف، مفيش رجوع تاني، احنا لازم نخلص من كل حاجة ونخليه يختفي تمام. اللحظة دي بقى يا صديقي كانت بداية واحدة من ارعب واقذر القرارات اللي ممكن تشوفها، اللي بدأت في ليلة مرعبة وفي وقت متأخر من الليل، لما بنشوف مصطفى وهو بيجرجر جثة مينا على الحمام وبيدخل بيها جوه، ومن وراه بيدخل الممرض ابراهيم وفي ايده عدة تشريح علشان ليلتها داخل شقة في الزاوية الحمراء نشوف واحدة من اصعب الجرائم اللي تمت على ايد الاتنين دول. الخوف اللي كان فيهم هما الاتنين وصلهم لفكرة من ابشع الافكار اللي ممكن تخطر على بالك. قرروا ان هما يقطعوا جثة مينا موسى لحتت ويحطوها في اكياس، واتحركوا هما الاتنين ليلتها على رجليهم. وصلوا عند ترعة الاسماعيلية في الزاوية الحمراء ورموا الاشلاء بتاعت مينا في الترعة، ومن بعدها بنروح على طول على اسم شرطة المرج، واللي بيكون فيه احد اقارب مينا موسى من الصعيد، وفي حضور رئيس مباحث الاسم، واللي يومها وصل لتفصيلة مهمة جدا، وهو خط سير مينا موسى من لحظة نزوله من شقة عمه من المرج لحد ما وصل للزاوية الحمراء، وبيتابعوا بالكاميرات لحد ما يعرف هو راح فين بالظبط، علشان بعد ما عرفوا التفصيلة دي اتفضى اسم المرج بالكامل، وتحرك كل افراد الاسم على الزاوية الحمراء بالليل. بعد اسبوع كامل من الجحيم اقتحمت الشرطة الشقة اللي في الزاوية الحمراء وقبضوا على مصطفى وابراهيم. لكن اول ما دخلوا كل حاجة كانت مقلوبة فوق تحت، الكنبة مقلوبة والدم ناشف على الارض، وفي الركن لقوا كرسي حديد ومربوط في حبل بس كان مقطوع. والاغرب ان هم لقوا موبايل وكان عليه تسجيل واحد، واللي اول ما شغلوه لقوا فيه صوت مينا موسى، بس
بس المرة دي بيقول حاجة مختلفة تماما، وكان بيقول أنا مش ميت. لسه هنا. أنا لسه هنا مش ميت. وبعدها الصوت اتبدل بصوت ضحك راجل تاني، واللي هو كان ابراهيم. ضحكة وراها شهقة طويلة كأنها اخر نفس ليه، ومن بعدها الشقة اتقفلت بالشمع الاحمر. بس الجيران بيحلفوا ان هم لسه لحد دلوقتي بيسمعوا اصوات غريبة من الشقة، وكل الاصوات دي بتظهر في نص الليل، وصوت شاب بيخبط على الباب وبيقول افتحولي، أنا مينا موسى، افتحولي. وكل مرة حد بيعدي من الشارع ده بعد نص الليل، الضوء الأصفر اللي في الشباك بيرجع ينور تاني، وبيفضل منور ويترعش لحد الفجر، وكأنه مستني حد جديد يدخل جوه الشقة اللي في الزاوية الحمراء. صل على الحبيب قلبك يطيب، وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واتمنى يا صديقي لو القصة عجبتك، اتمنى يعني تنزل تعمل لايك للقصة دي، واللايك ده اقل دعم ممكن تدعمهولي، وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. وشكرا جزيلا على التعليقات والتفاعل اللي على الفيديوهات الاخيرة، وشكرا لاي حد بيتابعني من اي مكان، ومستني تعليقاتكم في الفيديو ده، واستنوني في قصة جديدة وحلقة جديدة من الجريمة والرعب والخوف. واحب اقول لكم الله يبارك لكم. سلام.